يا مساء الفل، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده القلقاس بطريقه كده جديده، وحاجه كده من الاخر هتخلي اللي ما بياكلش القلقاس وما بيحبوش هياكلوا بعد الوصفه دي. بس قبل ما نبدا وصفتنا ما ننساش ان احنا نعمل اشتراك في القناه ولايك وشير، واكتبوا لي بتحبوا القلقاس ولا لا، ولو بتحبوه بتعملوه ازاي. يلا بينا كده نشوف هنبدا وصفتنا ازاي. معايا بقى قلقاسيه غسلها كويس ومنضفاها ومنشفاها، بقطعها لاربع تربع. وانا بقطعها لو حسيت ان هي خرجت ميه او حاجه بنشفها بمنديل يكون نظيف زي ما انتم شايفين. ابدا بقى ان انا اشيل القشره الخارجيه بتاعتي، وايه انضف القلقاس كويس جدا. باجي بقى لكل ربع انا مقطعاه بقطعه لصوابع كده، وكل صبع بقطعه لاربع تكون ايه حجمها متوسط، علشان لما اسلق القلقاس ما يتهريش مني. اهم حاجه السطح اللي انا بقطع عليه القلقاس يكون ناشف ونظيف، والسكينه اللي انا بقطع كمان تكون ناشفه ونظيفه، وايديا برضو تكون ناشفه. معايا بقى شوربه، سواء شوربه فراخ او شوربه لحمه، بتكون سخنه. بنزل كده بمكعبات القلقاس بتاعتي وبرفعها على النار واسيبها انت ايه تتسلق. وطبعا لما احط القلقاس بحط عصره ليمونه، علشان ما ينزلش الماده المخاطيه بتاعته، او الماده اللي هي اللزجه بتاعته. بارفعه بقى على النار لحد لما ايه يستوي، نار كده ايه متوسطة. ابدأ بقى ان انا اجهز الخضرة بتاعتي والمكونات بتاعتي. معايا بقى ربطة سلق كده تكون خضرة وحلوة، باخد الورق بتاعها وربطة كزبرة. انا عاملة كيلو من القلقاس بيبقى عليه ربطة كزبرة وربطة سلق. بغسلهم كويس، وبعدين بقطعهم كده زي ما انتم شايفين ايه، يعني تبقى ايه بطريقة رفيعة، يعني بتقطعيها رفيع. اخلص بقى تقطيع السلق بتاعي والكزبره الخضراء، وبعدين ببدأ ايه ان انا ادبلهم على النار. بجيب بقى طاسة بحط فيها معلقة من السمنة او الزبدة، المادة الدهنية المفضلة عندك، ممكن تضيفي شوية زيت مفيش مشكلة. اول ما تسيح كده معايا وتسخن على النار بحط بقى الخضره بتاعتي كلها. طبعا الكم الكبير اللي انتوا شايفينه ده بيفش خالص زي ما شفتوا، وايه بتبقى حبه صغيرين خالص. شايفين الخضره بتاعتي متحمره، هي مش محروقه، الخضره مش محروقه ولا حاجه، هي ايه متحمره حلو. بنقص بقى جزء منها كده على جنب، وبعدين بحط قطعة من الزبدة بركنها كده على جنب في الطاسة، واحط حتة زبدة. معايا بصلاية بقى ومتوسطة ومعلقة كده كبيرة من الثوم، بشوحهم كده ايه على في حتة الزبدة اللي انا حطيتها ديت. خلاص. طيب لحد لما لونها يدبل كده وتصفر، وبعدين ببدأ ان انا ادمجها مع بقية الخضرة. بس هنا انا هشيل شوية كده من الخضرة، هقول لكم ليه دلوقتي. وبعدين اسيب بقى بقيه الخضره، يعني شلت حوالي نصها كده، وبقيه الخضره بقلبها بقى مع البصله والثومه، وبرفعهم على النار كده ايه لحد لما تلاقي ايه ريحتهم طلعوا مع بعض. بكون مجهزه عصير طماطم، ماشي، بحطهم على الخضره بتاعتي واقلبهم كويس، واضيف بس شويه ميه، وبحط عليهم معلقه كبيره من صلصه الطماطم. بضيف عليها بقى الصلصه بتاعتي واقلب كويس و... واسيب ايه ممكن اضيف البهارات بتاعتي بعد كده. البهارات بتاعتي شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه سبع بهارات، وبحط معاهم يعني حبه صغيرين كده من القرفه، بتديله ريحه حلوه قوي. لو عندك توابل لحمه او حاجه حطيها مفيش مشكله. بس هي دي التوابل اللي انا بحطها على صلصه القلقاس بتاعتي او التسبيك. ارفعها على النار بقى لحد لما تتسبك. القلقاس بتاعي هنا اتسلق حوالي 3 ارباع سوا، ماشي، مش مستوي لسه خالص. الصلصه بعد ما اتسبكت انا بضيفها على القلقاس، واقلبها بقى كده اهوت، وارفعهم على النار. القلقاس يكمل السوا بتاعه ويندمج الكلام ده كله مع بعض. هنا القلقاس بتاعي بعد ما استوى ضفت له الطشه بتاعتي اللي هي تومه وكزبره زي طشه الملوخيه، ودي شويه الخضره اللي انا ركنتهم على جنب ضفتهم مكان التقليه، وقلبت كده الطاسه، وبعدين ضفتهم على القلقاس. ريحته خطيره خطيره وطعمه يجنن، حاجه كده من الاخر. بجد اللي ما بياكلش القلقاس بعد الوصفه دي هيحبه جدا جدا. القلقاسه بتاعتي طالعه لونها فاتح خالص، مش مسود ولا اي حاجه. قدميه بقى مع رز بشعريه كده اهوت، حاجه كده من الاخر طعمه بجد يجنن. انا عن نفسي ما بحبش القلقاس الا بالطريقه دي. شاركوني بقى في الكومنتات طريقتكم في عمايل القلقاس ازاي، وبتحبوه ولا ما بتحبوش. قدمي بقى مع رز بشعريه فراخ. لو انت عاملاه بلحمه ابقي خلي قطع اللحمه في قلب القلقاس بتديله طعم حلو. الف هنا وشفا على قلبكم. ما ننساش نعمل اشتراك ولايك وشير كتير وكومنت حلو زيكم. الف هنا وشفا على قلبكم.